يا صباح الخير، صباح النور، صباح الأمل، صباح كل يوم جديد وبداية جديدة بإذن الله. وأحب أبشركم إن الخير جاي جاي بإذن الله. حبيت أبدأ معاكم بس بكلمتين حلوين كده على الصبح تديكم كده طاقة وأمل، لأن النهاردة هنعمل فطار مش هنعمل غدا، فإحنا لسه في بداية اليوم. فحبيت أبدأ معاكم اليوم كده إن شاء الله يبقى يومكم حلو زيكم وزي قلوبكم. واوريكم الزرعة الجديدة بتاعتي. انا اول مرة اجيب زرع. بصوا انا مش عارفة هي هتطلع ايه، بس الراجل قال هتطلع ورد، احنا هنشوف. واول ما تطلع ورد برضو هبقى اصورها واوريها لكم. انا بقيت مهتمة بصراحة دلوقتي، حابة قوي حكاية الزرع دي، هي شكلها عجبني قوي. تمام. النهاردة زي ما قلت لكم في اول الفيديو انا هعمل فطار النهاردة، مش هنعمل غدا. يعني زي تنويع كده على القناة عشان ما تزهقوش مننا برضو، ما يبقاش كله غدا وسمنة وطحينة والكلام اللي انتوا فاهمينه ده. هنعمل برضو فيديوهات متنوعة، وان شاء الله زي ما قلت لكم بداية جديدة، هتبقى بداية جديدة كمان في القناة، لان هننوع الفيديوهات، مش هتبقى بس كلها طبخ، هتبقى متنوعة. ممكن يبقى فيها فيديو فضفضة، فيديو نصايح، فيديو فطار، فيديو عشاء، فيديو خروجه. لو خرجنا بره هنعمل لكم فلوج زي اللي عملته انا وماما، هو كان فلوج عند دكتور طبعا وتعب، بس ان شاء الله في اللي جاي هتبقى الايام كلها اللي جايه حلوه باذن الله. وهنخرج وهصور لكم برضو الخروجات واماكن حلوه في اسكندريه. يلا بقى نشوف الفطار. فهو فطار سريع وبسرعه قوي. طبعا دي السمنه اللي ست الكل ربنا يديها الصحه يا رب، ماما سيحتها وادتني منها. هي كانت عامله لي برطمانين، عامله لي واحد كبير وواحد صغير، بس انا بدات افتح الصغير الاول اخلصه، وخليت الكبير لرمضان، لان انتوا عارفين طبعا رمضان بنعمل حلويات كتير ورز كل يوم وبشاميلات، فبنحتاج السمنة اكتر. فانا هخلي ده بس للايام دي، والكبير هخليه رمضان برضو هفتحه معاكم ان شاء الله. ودي السمكة بتاعتنا بتصبح عليكم، سمكة الاستاذ عبودي، هو مسميها نيمو. تمام. هعمل انا عندي هنا 3 بيضات، وعندي هنا اللبن. انا لسه بصراحة مش عارفة هعمل فانا هشوف الاستاذ عبده هيطلب فطار، هفطره وهعمل معاكم. انا جاي في دماغي بصراحه اعمل بيض اومليت بس كده، وشويه شاي بلبن وجبنه باندا وخلاص. بس هنشوف الفيديو بتاعنا هياخدنا على وانتوا معايا برضو هنوريكم. ما تنسوش تصلوا بينا على الحبيب عشان قلبك يطيب. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام يا سيدي يا رسول الله. كنت متوقعة اني هعمل فول وجبنة قريش مع الجبنة الباندا، وقلنا هنعمل اومليت بسرعة كده، بيض مقلي، شوية شاي بلبن. طبعا كل ده لما صحى استاذ عبودي كل ده اتغير، مرضيش يفطر فول ولا جبنة قريش بالخضار، فشقلبنا الفطار خالص وعملنا حاجة تانية. عملنا هنعمل برضو بيض، بس هتبقى طاسة بيض بالبطاطس. دي بطاطس بتقطعيها مكعبات صغيرة جدا، حاجة بسيطة خالص. وهجيب ال3 بيضات اضربهم كده في الطبق بملح وفلفل اسود ورشه بابريكا مدخنه تديها طعم تحفه طبعا، وهنزل بيها على البيض ده، ومعاها رشه فلفل رومي ورشه جبنه، وهوطي عليها واسيبها تسيح. هوريكم دلوقتي. هيمسك لكم ستاند التصوير الاستاذ عبودي على بال انا ما اوريكم. برضو ادي دي البيض. البطاطس خلاص اخدت التحميره، ضربنا ال3 بيضات مع البابريكا والملح والفلفل الاسود، وحطيت الفلفل الرومي طبعا اخد تشويحه. لازم نقلب الطاسه كده يمين وشمال علشان البيض كله ما يجيش في جنب واحد من الطاسه. طبعا انا بعد ما اتشوحت حطيت حته السمنه، لازم نقلل من الدهون. بصوا منظرها تحفه اصلا من قبل ما تستوي. بصوا قطع الجبنه الرومي هنا دلوقتي هتسيح، والبابريكا والفلفل، وادي اللبن هنا عندي غلي خلاص، هسيبه يبرد وهنعمل احلى بقى حبه شاي بلبن. احلى كوبايه شاي بلبن. شاي بلبن ده لوحده فطار اصلا. تمام كده انا اهو بيستوي. طلعنا العيش طبعا عشان نسخنوه، وهوريكم لما الفطار كله يجهز.
فطار حلو وسريع وما خدش معانا وقت، وطبعا مفيد ومغذي للاطفال اللي ما بياكلوش الخضار زي اللي عندنا. تقدري تحطي فيها فلفل كوبي، ممكن تبشري جزر برضو وتخبيه جواها. المهم تبقى ايه، حاجه مفيده. الشاي بلبن والجبنه، وسخنا العيش بتاعنا وزرعتنا، يعني زي تجديد كده وتغيير كل يوم، بدل الفول والجبنه القريش بقى اللي بطماطم والكلام اللي انتوا فاهمينه ده. يعني اكلتين في واحد. بصوا البطاطس المحمره طبعا مقرمشه، بتدي كراست حلو قوي، مع الجبنه الرومي ساحت طعمها تحفه، والبابريكا المدخنه مع البطاطس يعني بتقلب ريحه الدنيا. طعمها حلو، انا بسميها دي ايه، طاسه السعاده. يا سلام بقى لو كان فيها حته بسطرمه، كانت تبقى احلى واحلى المره الجايه ان شاء الله. هنسيبكم دلوقتي ونروح نفطر، بس ما تنسوش تدعوا لنا دعوه حلوه كده من قلوبكم، زيكم كده ان شاء الله، وربنا يبارك في اولادكم ويجعل الخير باذن الله في بيوتكم. وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي كله خير وكله بركه وكله حلو. والختام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.